نظام الحكم في الجزائر هو الإعلام الفرنسي، لأن الإعلام الفرنسي لما يتناول الشأن الداخلي في الجزائر النظام يصاب بالسعار، وهذه معروفة ماهيش فقط اليوم. جريدة لو موند أعادت جرد ولا كشف حقيقة الواقع الداخلي في الجزائر. هذا النظام أنا أعتبره يعيش حالة مراهقة في عمر 61 سنة، لأن هذا النظام هو الذي يحكم الجزائر لم يتغير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. لكن إذا تطرقنا إلى الموضوع أو إلى مقال لو موند الذي أعتبره ردة فعل مباشرة عن الخرجة الغريبة للنظام الحاكم بعد وصول أمير بوراوي إلى فرنسا، وذلك بسحب السفير الفرنسي في تصرف غريب وحديث عن انتهاك السيادة الوطنية. أعتقد أن النظام الحاكم في الجزائر يعاني من حساسية مفرطة تجاه الإعلام الفرنسي الذي طبعا يتعامل بمكيالين فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. وكما تفضل الأستاذ، لجريدة لو موند وباقي الإعلام الفرنسي نشوفوا كيفاش تتعامل مع المغرب اللي تطور بشكل كبير على مستوى حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بالعكس على مستوى الجزائر التي نعيش وضعا قاتما سوداويا فيما يخص مجال حقوق الإنسان.